هذه 2024 عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. التكنولوجيا ولات جزء كبير من حياتنا اليومية، ولا ما كنتيش كتستغل هذا التطور للصالح ديالك. راه بغيت نقول لك بلا راه كتضيع بزاف. داكشي علاش في هذا الفيديو جبت لكم 5 ديال الادوات والتطبيقات اللي غادي نحاولوا نستغلوهم، وخصوصا في القرايه ديالنا. بلا ما نطول عليكم، ما تنساوش لايك واشتراك في القناه، وليتس جو نبداو في الفيديو. في الفيديو غنشوفوا 5 ديال التطبيقات، والتطبيق او الاداه الاخيره شي حاجه اللي بزاف الا عرفتي كيفاش تخدمها راه غيكون عندك سلاح سري في جيبك. التطبيق الاول ماي سكريبت كاريكاتور. المهم تطبيق آلة حاسبة، ولكن راه ماشي أي آلة حاسبة. مميز في التطبيق أنه تقدر تكتب عليه أي معادلة في ورقة بيديك، وما عليك غير تصورها وغادي يعطيك الحل بالتفاصيل ديالو. يعني ما غاديش تحتاج تعذب تبقى تكتب كما في الآلة الحاسبة العادية. والتطبيق الثاني كام سكانير، وبكل بساطة التطبيق تقدر تصور لي أي ورقة عندك ويعطيها لك على شكل PDF وبجودة عالية. والتطبيق الثالث كويزليت. اللي كنتي باغي تحفظ شي مصطلحات ومفاهيم كثيرة، فهاد التطبيق غادي يسهل عليك المهمة. كيفاش؟ هاد التطبيق يمكن لك تكتب ليه اي مصطلح والمفهوم ديالو، وكيحاول يحفظك هاد المفهوم عن طريق العاب وعن طريق التكرار وبزاف ديال الطرق اخرين. هو التطبيق الرابع فورست. فكرة التطبيق بسيطة بزاف، تخدمو فاش كتبغي تراجع ولا تحفظ، كيعطيك شجرة وكل ما بقيتي كتراجع كتكبر هاد الشجرة وكتحول الى حديقة، وهكذا كيحفزك وكيخليك مستمر في المراجعة ديالك. تقدر تبان لك هاد الافكار ديال التطبيقات عادية، ولكن راه عندها تأثير كبير على انتاجية التلاميذ اللي جربوها. ودابا ندوزو لاخر اداة وافضلهم، واللي هي شات جي بي تي. أداة ذكاء اصطناعي مشهورة ومعروفة بزاف، ولكن بزاف ما كيعرفوش كيفاش يتعامل معاها باش يوصل لأفضل نتائج ممكنة. ترى بصح هاد الأداة تفوق الخيال. تخيل معي عندك شي درس مثلا نقولو في التاريخ، كل ما عليك هو طابي سمية في جوجل، غادي تختار أي موقع تكوبي منه النقاط الرئيسية من الدرس، غادي تمشي لشات جي بي تي تعطيه الدرس وارا برا عليه مع راسك. الدرس كان معقد وما فهمتيش، غتقول ليه بحال هكا شرح لي الدرس بطريقة بسيطة وكأنك كتشرحو لشي درس صغير، وهكا راه بزز عليك غتفهم. عندك امتحان في الدرس، تقول لي دير لي كل الأسئلة المحتملة لهذا الدرس واللي يقدر تحطو في الامتحان، وغادي يعطيك جميع الأسئلة وتقدر تمرن فيهم وتجاوب عليهم، ومن بعد يقول لك الأجوبة الصحيحة. يمكن ليك كاع انت تجمع جميع الدروس اللي عندك في الامتحان، وقول لي يعطيك نماذج امتحانات في هذا الدرس. تخيل معايا يقدر يتوقع عليك الاسئله اللي ممكن تحطو في الامتحان. ويمكن ليك ايضا تقاد به اي بحث بضغطة زر واحده. وهاد الهضره اللي كتسمعوا دابا راه جايه من تشات جي بي تي. ونصيحه مني ليك، تعامل مع تشات جي بي تي بحال الا كتجي مع بنادم، ماشي غير كانك كتبحث في جوجل، وغادي تكتشف امكانيات خارقه اللي غادي تعطيك افضل النتائج. شات جي بي تي راه ماشي غير باش تبحث على المعلومات وصافي، ولكن راه يقدر يعاونك في اي حاجه ممكن تخيلها في الحياه اليوميه ديالك. وهادشي اللي كان في هذا الفيديو. الا كيعجبك بحال هذا المحتوى كنتمنى تشترك في القناه باش يوصلك كل جديد، وهذا مكان تهلا.